الهلال والأهلي مباراة بتلعب على جزئيات حساسة جدا، مباراة حاسمة ما فيها أي خيارات تانية. لابد من إنك أنت تكون عندك تكنيك عالي، عندك تكتيك عالي، المدرب يعمل التكتيك المناسب واللاعبين ينفذوا، يكون عندهم تكنيك عالي عشان ما يقدروا ينفذوا خطة المدرب ويوصلوا للهدف الدايرينه. التأهل للمرحلة الجاية لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا غاية الأهمية بالنسبة للهلال، وإنه رد اعتبار نادي الهلال خلاص أرسل الإعلام المصري وكل جماهير الأهلي اللي حاولت دائما إنها تستصغر الهلال وإنها تهجم على الهلال. فالمباراة دي أهميتها قصوى جدا. الهلال لو لعب من أجل إنه يتعادل أو إنه يخرج بأقل خسارة فممكن يخسر المباراة وبرا البطولة، فلا بد من إنه الهلال يلعب من أجل الانتصار، يلعب من أجل هدف باكر عشان يربك حسابات الخصم ويطلعوا برا الماتش، يطلع اللعيبة حقنا الأهلي ويخليهم ينفذوا. هم حيلعبوا على جزئيات محددة، حيركزوا إنهم يلعبوا على الضغط النفسي، على استفزاز لاعبي الهلال عشان إخراجهم من طورهم في المباراة باكر عشان يقدروا هم يصلوا لهدف الدايرين. فعشان كده لعبة الهلال مطالبين جدا إنه ما يستجيبوا لأي استفزازات، ما يستجيبوا لأي استفزازات، ما يستجيبوا لأي استفزازات. ولو في حصل أي حاجة استفزازات أو هتافات عنصرية من الجماهير على لاعبين الهلال يصطفوا في وسط الملعب ويوروا الحكم والمراقب بالحالة دي ويتوقفوا عن اللعب لمدة دقائق محدودة عشان يوصلوا رسالة للعالم كله إنه ده الحاصل حاليا في استاد القاهرة. السمحوا لهم إنه يخشوا 50,000 متفرج، وأنا كان الله يتمنى إنه يسمحوا بسعة الاستاد كاملة، خليهم يخشوا كلهم عشان إحنا نتأهل من داخل استاد القاهرة بكل سعته الجماهيرية، وبعد ذاك يكون ردنا عملي داخل الميدان. ونحن قادرين، لاعبين الهلال قادرين إنه يعملوا الحاجة دي. الأهلي حاليا بيعاني من مشاكل كبيرة جدا في وسط الملعب، عندهم مشاكل جدا دفاعية بتحصل أو ضغط عالي وسرعة التنقل خلف الظهيرين اللي هو بالذات بالتخصيص علي معلول، فدي بتولد اشكاليات كبيره جدا في فريق الاهلي، وبتحدث ربكه في قلبي الدفاع اللي هم عبد المنعم وياسر اللي ما بيقدروا يحاولوا يتحكموا في نفسهم ولا بيقدروا يتحكموا في انه يقدروا يقفوا صح، يصطفوا صح، وانه يقدروا يقدروا يواجهوا الهجمات دي. فدي ممكن تتيح فرصه جدا لنجوما ولا اباغنا او ابو عاقله انهم من الخلف انهم يضربوا، او محمد عبد الرحمن يضرب من الخلف. الحاجه دي ضروريه شديد، انه الاهلي بيعاني من الناحيه الدفاعيه، بيعاني من فراغات كبيره جدا في خط الوسط. هم حيحاولوا يركزوا بقدر الامكان على انه التسديد من خارج المنطقه، لانه اكتشفوا انه ب20 قاعد يفك الكوره، فالمدافعين خليهم يكونوا فاطنين، وب20 خليه يكون فاطن. اتمنى جدا انه ب20 يشاهد الفيديوهات او التحليلات اللي بيحللوها المصريين عن المستوى الاداء حقه، عشان هو ذاته يكون رده عليهم عملي ويخليه يكون صلب بنفس القوه اللي كان بيلعب بها في بدايات ب20، بنفس الثبات الانفعالي والمرونه عشان ما يقدر يتعامل مع الكرات اللي بتجي تسديدات. هم حيحاولوا يلعبوا على الساقط خلف المدافعين، بيلعبوا على النقطه دي. لو هاجموا حيهاجموا بالاطراف، عارفين الهلال بالعنق ما بيضطرب، حيهاجموا بالاطراف، حيركزوا على التسديدات خارج منطقه الجزاء. فدي نقطه مهمه جدا. المحاور يكونوا فاطنين انه ما يخلوا زول ساقط، لاعب من الاهلي ساقط قدام ال18 ما يخلوا براو من غير رغابه، يسدوا الثغرات وما يحاولوا يرتكبوا مخالفات في راس ال18 كثيرا، لانه ممكن تسبب مشاكل كبيره جدا لدفاع الهلال. والهلال قادر جدا انه يفوز، يخرج من المباراه دي بانتصار. انا متاكد تماما لو الهلال لعب من اجل الانتصار حيحقق الانتصار ده باذن الله، وتعالوا حنتلاقى.